السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعين الأعزاء في فيديو جديد من قناتكم عيشها صح. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تضغطوا اللايك وتفعلوا الاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. ناس كتير بتسأل ناكل ايه، بس السؤال الأهم اللي بنغفله هو ليه ناكل ده؟ جسمنا هل محتاجه فعلا؟ العرض ده بمثابة روشتة غذائية مش مكتوبة بدواء، لكن بمكونات يومية نقدر كلنا نوصل لها ونبني بيها جسم صحي ومناعة قوية، سواء كنا شباب أو كبار أو حتى أطفال. التغذية مش رفاهية ولا نظام مؤقت لإنقاص الوزن، دي أساس جودة الحياة. الهدف من العرض ده إننا نفهم أساسيات التغذية اليومية ونعرف ليه جسمنا محتاج أنواع معينة من الأكل بشكل منتظم. جسم الإنسان عبارة عن منظومة معقدة، وكل مجموعة غذائية لها دور فسيولوجي مهم. الكربوهيدرات مثلا دي الوقود الأساسي زي البنزين للعربية، موجودة في الخبز وفي الأرز وفي البطاطس. البروتينات هي اللبنات اللي الجسم بيبني بيها عضلاته وخلاياه. الدهون كتير بيخافوا منها، بس الدهون الصحية زي الأوميجا 3 ضرورية لصحة المخ والأعصاب. الفيتامينات والمعادن دي أدوات الضبط الدقيقة لجسمك، بدونها الجهاز المناعي والهرموني يختل. الوعي بالتوازن بين المجموعات دي هي أول خطوة نحو تغذية سليمة. في 6 مغذيات جسمنا ما يعرفش يعيش من غيرهم. أولهم الماء، كل خلية في جسمك محتاجة ماء، ده مش رفاهية، ده حياة. البروتين ضروري للأنسجة والعضلات والإنزيمات وحتى الجهاز المناعي. الدهون الصحية مش بس للطاقة، دي كمان بتحافظ على الهرمونات وبتحمي الأعصاب. الكربوهيدرات دي المصدر الأول للطاقة خصوصا للمخ. الفيتامينات زي فيتامين دي، فيتامين سي، وفيتامين بي 12، كل واحد فيهم ليه دور حساس. المعادن زي الحديد والكالسيوم والزنك نقصهم بيعمل مشاكل خطيرة على المدى الطويل. الفكرة مش في تناولهم فقط، بل في التوازن والكمية المناسبة. كل جسم ليه معدل حرق مختلف حسب السن والجنس ومستوى النشاط. لو بتستهلك سعرات أكتر من اللي بتحرقها، ده هيؤدي إلى وزن زيادة، ولو أقل من احتياجك هيؤدي إلى ضعف وخمول ونقص مناعة. والتوازن هنا مش بس للوزن، لكن لصحة القلب والسكر والهرمونات. الوجبة المثالية مش لازم تكون فاخرة، لكن لازم تكون محسوبة، محتواها الغذائي متكامل، مكوناتها طبيعية قدر الإمكان، الكمية مناسبة، فيها ألوان وتنوع. الوجبة الذكية بتغذيك، بتحميك من الأمراض، وبتخليك نشيط ومركز طول اليوم. اختيارك لمكونات أكلك يوميا بيحدد شكل صحتك على المدى الطويل. الفواكه والخضروات دي مصدر غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات. الحبوب الكاملة بتخلي السكر في الدم ثابت وما بتتعبش البنكرياس. البروتينات الصحية نباتية سواء كانت أو حيوانية، بدون دهون مشبعة. الابتعاد عن السكريات المصنعة والدهون المهدرجة ده قرار طبي يومي مهم. الوعي الغذائي مش بس ناكل إيه، لكن ناكل قد إيه. حجم الحصة عامل أساسي في الوقاية من السمنة. ممكن نستخدم أدوات بسيطة زي كف اليد أو قبضة أو حتى طبق صغير كنموذج. التكرار بدون إفراط هو الأساس، مش لازم نمنع لكن ننظم. كل نوع ليه بصمة غذائية مختلفة، وجسمنا محتاج تنوع علشان يحصل على كل العناصر. التنوع بيحسن امتصاص الفيتامينات والمعادن، وبيدي فرص لمغذيات دقيقة مش موجودة في كل الأطعمة، وبيكسر الملل، فبالتالي يساعدنا نلتزم بالنظام. روشتة التغذية اليومية مش تعليمات صارمة، لكنها خريطة مرنة لحياة صحية. كل ما كنت واعي بنوعية وكمية أكلك، كل ما زادت فرصتك في حياة أطول ومناعة أقوى وجودة يوم أفضل. التغذية مش بس علم، دي كمان فن. أشكركم، وإلى أن ألقاكم في فيديو جديد من قناتكم عيشها صح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.